أعزائي الطلاب، هلا عليكم أنتم بتطلعوا على البسمة دغري بيكون ورا الكاميرا أستاذ طارق، تمام؟ فأنتم عرفوا سبب البسمة بتكون أستاذ طارق، ولسه في أستاذ ثاني رح تشوفوه كمان رح تفرطوا ضحك، يعني عادي يعني، عرفتوا شلون؟ فهي سبب الضحكة دغري أنا أول ما بلش هو سببها أستاذ طارق. نجي لعالضحك خلص. المهم يلا يا جماعة نبلش بالمثال الثاني اللي أنا قلت لكم عليها. هلا المثال الثاني قلت لكم هو 4 طلبات جايبه ب70 علامة، يعني أقل من هداك، علما أنه هداك أسهل، بس هداك لدورات دمشق، هي دورة محافظات. فبجي لحتى نشتغل فيه. طبعا القوانين مثل ما اتفقنا، هدول القوانين ثابتين من الفيديو الماضي، ما قربت عليهم. نجي هون نقرا لك اياها. في الشكل المجاور عندك مخروط دوراني، هلا وضع داخل كرة، تمام؟ ارتفاعه للمخروط الدوراني هو جذر 3 اكس. اهلا وسهلا، اطوال الاضلاع فيها اكسات، فرشنا تركنا القلم، يعطيك العافيه. لا 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 لا، عادي تعامل انه الاكس، يعني تعامل معه معامله عاديه، لا ترتعب، لا تشتغل منه. نجي لهون المطلوب، دغري فتلك بالمطلوب، لانه فعليا يعني هو ما زياده انه لازم انت تدقق على المعطيات بهيك تمرين. نجي الطلب الاول، اوجد تانج الزاويه ACB. طيب هلا تانج، نحن اتفقنا انه قانون التانج هي تانج الزاويه يلي هو ACB، يعني الزاويه C. هلا هي الزاويه C بهذا المثلث، المقابل يلي هو X. نجي يعني المقابل هو AB، والمجاور يلي هو AC، هي AC. طيب نجي لحتى نعوض. هلا تعويضه رح نكتب هون تانج الزاوية ACB تساوي، هلا الآبي X، بس اللي ما له أمثال شو أمثاله أستاذ؟ 1، فبنحطها 1 X. طيب ليش عم تعمل هيك أستاذ؟ هلا بقول لك ليش. نجي لهون، الآسي هو جذر 3 X. طيب هي جذر 3 X. طيب هلا نحن بنعرف اذا كان في عندي اكس بالبسط واكس بالمقام بيروحوا مع بعض، فهي الاكس مع هي الاكس راحوا، فبصير عندك انت الزاويه تانج الزاويه ACB تساوي 1 على جذر 3. طيب كثير منيح. قال واستنتج قياس الزاويه ACB. طبعا انا بدي اكون حافظ جدول الشهير، جدول الزوايا الشهير. جذر 3 على 3، أو فعلياً 1 على جذر 3 هو تانج بيكون لزاوية ال30. هذا بالجدول أستاذ، الجدول دائما اكتبوه على المسودة تبعية الامتحان الأخير. لو ما اعتزتوا للجدول بس 100% رح تعتازوا أنت، فاكتبوا دائما على المسودة لا تخربط فيه. فبنجي لهون بنقول له نستنتج أن قياس الزاوية اللي هي ACB تساوي 30 درجة. هذا بالنسبة للطلب الأول. بنجي للطلب الثاني. اسمع، عم يقول لك احسب طول CB بدلالة X. أستاذ والله العظيم لا شغلة بتعقد ولا شيء. طوال ما عم يقول لك إنه بدك تحسب طول ضلع بدلالة X، ففعليا الجواب بده يطلع فيه مو بس رقم، بده يطلع فيه اكسات، وعادي يطلع انه جواب طول ضلع فيه اكس. طبعا الاكس هو موجبه اجباري بدها تكون. المهم بده سي بي بدلاله اكس. هلا يلي بيحسب اطوال الاضلاع بالمثلث القائم هي سي بي، يعتبر انه انت معك طول الضلع الاول بدلاله اكس، والطول الضلع الثاني كمان معك بدلاله اكس. طوال ما عم يطلب ضلع ثالث كمان بدلاله اكس، معناتها ما لك غير فيثاغورس، لانه مثلثي قائم اللي هو السي بي، ومعي انا يعتبر ضلعين بدلاله اكس، وبدي الثالث بدلاله اكس، فبستخدم حسب مبرهنه شو؟ فيثاغورس. فاول كلمه بستخدم اياها حسب مبرهنه فيثاغورس، طبعا بالمثلث يلي هو السي بي. نجي نستخدم فيثاغورس، مربع ضلع القائم الاول يلي هو سي مربع زائد بي للتربيع، ويساوي مربع الوتر يلي هو السي بي للتربيع. ومنعوض، رح نعوض هون سي هو جذر 3 اكس، هي جذر 3 اكس وعلى القوس تربيع، زائد بي هو عبارة عن اكس،
وإكس عليها تربيع ويساوي السي بي مربع. نجي لهون السي بي مربع تساوي تربيع جذر 3 إكس، منربع الجذر أستاذ بضل 3 ومنربع الإكس بتصير إكس مربع زائد نجي لهون تربيع الإكس مربع إكس مربع وتساوي السي بي تربيع. طيب هي تساوي السي بي تربيع. نجي لهون سي بي مربع تساوي هلا اكس مربع و3 اكس مربع بيطلع معنا 4 اكس مربع، هي 4 اكس مربع. نجذر الطرفين بيطلع عنا السي بي تساوي 2 اكس، لانه لما بدي اجذر بجذر الاربعه وبجذر الاكس مربع. ما تفكر اذا حطيت الجذر تربيع مع الجذر بيضل عندك 4 اكس، لا استاذ، سي بي تساوي 2 اكس. طب ايه استاذ طلع السي بي معنا 2 اكس؟ ايه عادي، ما هو قال لك انه رح ينحسب معك بدلاله شو؟ بدلاله اكس. هي بالنسبه للطلب الثاني. وهون انت دائما طور الرسمه، عندك السي بي تساوي 2 اكس معناتها هي 2 اكس. طيب هي بالنسبه الطلب الثاني. بنجي للطلب الثالث. الطلب الثالث شوي غريب على الطالب. قال اذا علمت ان مساحه المثلث، هو اعطاك مساحه المثلث، ايه شو بنستفاد اذا اعطانا قاعه المثلث او مساحه المثلث؟ A B C تساوي 18 جذر 3، اثبت ان x يساوي 6. كثير منيح. دائما خدها قاعده بالهندسه، لما يعطيك مساحه شكل ويطلب منك او يعطيك مساحه شكل دغري اعتبر انه اللي بده يطلبه منك هو حساب طول ضلع اجباري او حساب طول ارتفاع اجباري. نجي لهون لحتى نطبق، عم يقول لك انه المساحه تساوي 18 جذر 3. هلا نحن بنعرف انه مثلث السي ا بي او الا بي سي اللي مسميه هو مثلث نوعه مثلث قائم، ومساحه المثلث القائم هي جداء ضلعين القائمين على 2. كثير منيح. طب يلا تفضل نجي لهون. اول شيء اس عاطينا اياها هو 18 جذر 3. استاذ من وين عرفنا المساحه؟ ما نزلت من السماء حبيب، المساحه نحن اجتنا بنص المعطيات، يعني بقلب السؤال. ما تفكر انه اخترعناها من عنا او حسبناها قبل فتره، لا لا، هو قال لك اذا علمت ان المساحه طوال، ما عم يقول لك اذا علمت، معناتها فعليا هي معلومه عم يعطيك اياها. اذا علمت ان مساحه الا بي سي تساوي 18 جذر 3 اثبت ان الاكس تساوي 6. يعني انت استاذ لما بدك تحسب الاكس تساوي 6 على شو بدك تعتمد؟ بدك تعتمد على قانون المساحه. طب نجي لهون، قانون المساحه منطبقه على السريع. اس بداله هو جداء الضلعين القائمين تقسيم 2. طيب اس تساوي جداء ضلعين القائمين، قصده القائم الاول اللي هو السي ا يلي هو قيمته جذر 3 اكس ضرب ضلع القائم الثاني اللي هو اكس، وكل هذا تقسيم قديش؟ تقسيم 2. طب ايه تمام كثير منيح. بدل الاس قديش قيمة اكس هو عاطيك اياها؟ 18 جذر 3. طيب ها هي هون 18 جذر 3. صف هلا عنا عمليات حسابية. هلا هون هي 18 جذر 3 تساوي، هلا هون استاذ دائما انت لما بدك تضرب اكس باكس بيطلع عندك اكس مربع، بس في عندك الامثال، يعني جذر 3 ضرب 1 جذر 3 واكس ضرب اكس اكس مربع بتقسيم قديش؟ 2. هلا نحن دائما اذا كان عندي معادله بمجهول نقسم الطرفين على امثال المجهول. هلا هون امثال المجهول هو جذر 3 على 2، يعني فينا نقسم الطرفين على جذر 3 على 2. يعني هون لازم نقسم على جذر 3 على 2 وهون لازم اقسم انا جذر 3 على 2. طبعا هذا اللي ما له مقام مقامه شو؟ 1. طبعا هاد مع هاد يختزل، هي اكس مربع تساوي هون 18 جذر 3 تقسيم 1 هي 18 جذر 3 تقسيم 1 ضرب مقلوب هذا الكسر اللي هو 2 على جذر 3. فجذر 3 مع هون جذر 3 مع هون راحت. 2 ضرب 18 اكس مربع تساوي 36. هذا يعني انه الاكس قيمته تساوي 6 لانه بدنا نجذر. هلا بدك تيجي هون استاذ في نقاش انه اكس مربع تساوي 36، معناتها اما الاكس تساوي 6 او الاكس تساوي الناقص 6. ايه ناخذ الناقص 6؟ لا، ما عندي طول سالب، ما عندي طول سالب. يعني هلا انت اما اكس تساوي الستة او اكس تساوي الناقص 6 هي بتحلها بالجبر. هون بالهندسه دغري بتختار الموجب استاذ، لانه ما عندي طول سالب اجباري ما حاخذ الاكس تساوي ناقص 6. طيب فهون الاكس تساوي قد ايه؟ 6. خلصنا منها. الطلب الرابع
احسب حجم مخروط عندما اكس تساوي 6. هو فعليا بهذا المثال ما حب انه الطالب يخسر علامات اذا ما عرف يطلع قيمة اكس بالطلب الثالث. عرف انه هو الطلب الثالث انتقله شوي، فلهيك اجى بالطلب الرابع شو قال له؟ قال له احسب حجم المخروط عندما اكس تساوي 6. يعني فعليا انت يا طالب حبيبنا، انت اذا ما عرفت تطلع انه هي 6، فهو قال لك انه الاكس قديش تساوي، بدها تطلع معك 6، وفوق قال لك اثبت انه بدها تساوي 6. يعني رجع اكد لك بالطلب الرابع انه الاكس تساوي 6، استعملها اكس تساوي 6 كرمال ما انت تضيع. طيب كثير منيح، بنجي لهون. هلا الاكس تساوي 6 معناتها هلا شو اللي بده يصير؟ اللي بده يصير انه هون بدها تصير هي 6 جذر 3، لانه 6 ضرب جذر 3 6 جذر 3، وبدل هي الاكس كمان بدها تكون شو؟ 6. فبنجي لهون، هي نصف قطر القاعده r يساوي 6، وهون عندك ارتفاع المخروط. هلا نحن بالطلب الرابع وان شاء الله يكفي هالقرنه، v هو يساوي تلت s ب h. طيب نجي بنعوض، تلت هي تلت، اس يلي هي مساحة القاعدة وقاعدة المخروط هي دائرة، باي بار للتربيع ضرب اتش يلي هو الارتفاع. في تساوي تلت تلت، الاس نحن اتفقنا باي بار مربع، هي باي، والار للتربيع يعني نصف القطر للتربيع يعني 6 للتربيع، هي 6 للتربيع ضرب اتش الارتفاع هو كان 6 جذر 3. طيب نجي لهون منشان نطلع الحجم. الحجم يساوي هلا 6 للتربيع 36. ال 36 اذا انا بدي خليها هي 36، هي 36 ضرب هون الستة فيني اختزلها انا مع الثلاثة، فبتصير هون قديش؟ هون بتضل 2. ف2 ضرب عندك 36 بيطلع عندي 72 جذر 3، وفي الباي يعني بيطلع الجواب 72 جذر 3 باي سنتيمتر مكعب. هذا بالنسبة لحجم المخروط. أستاذ والله هو تمرين يحترم، يعني بدك تتعب على حالك وتشتغل على حالك، وأربع طلبات حلوين وما في أحلى منه. يعني ودائما أنا بآخر كل فيديو بقول لكم أستاذ تعبوا على حالكم، هاي المادة بدها تعب وبدها شغل. يعطيكم ألف عافية. كان معكم الأستاذ محمد نور الدين حبيب من منصة انتي ليرن التعليمية.